ده خبز النان الهندي بس على طريقتي. هنعمله بتويست مصري مخبوز بالسمنة البلدي وطري وطعمه خطير. مش بس كده، ده احنا هنحشيه بالطعمية الخطيرة اللي عملناها في الفيديو اللي فات وعليهم صوص زبادي يجنن. هنبدأ بالمقادير الجافة: دقيق، ملح، سكر، بيكنج باودر، ونقلبهم كويس. هنزود عليهم زبادي لبنيتا طعمه فريش وصلاحيته لسه زي ما هي 14 يوم. كمان هستخدم لبن لبنيتا طبيعي 100% وبدون لبن بودرة، ومناسب جدا ان احنا نعمل بيه حلو او حادق. هنعجن كويس قوي العجينة، واللي هيودي طعم العيش في حتة تانية سمنة لبنيتا طبيعية 100%. مش قادرة اوصف لكم ريحة العجينة حلوة ازاي من قبل ما تستوي. هنسيبها ترتاح شويه على جنب، وهنحضر خليط عباره عن سمنه لبنيتا، ثوم مفروم، وكزبره خضراء، وده اللي هندهن بيه العيش وهو لسه سخن. ويلا نعمل صوص الزبادي الخطير. هستخدم زبادي لبنيتا، ليمون، خل، وثوم، شويه شبت حلوين، ونقلب كل ده مع بعضه. نتبله بملح وفلفل وبس كده. نيجي للعجينه بعد ما ارتاحت نشكلها حسب ما انتوا عايزين، بيضاوي او مدور. بما ان رمضان بيحب التخزين فهنعمل كميه ونخزنها بعد ما نسويها من غير ما ندهنها بخليط السمنه. والتسويه ما فيهاش حاجه، 3 دقايق على كل جنب لغايه ما يتنفخ معاكم كده وهو سخن. ندهنه بالخليط بتاع السمنه. ويلا نعمل احلى سندوتشات على السحور. النان المصري بتاعنا، جرجير، طماطم، الطعميه البيتي الخطيره اللي عملناها سوا، وكتروا بقى من صوص الزبادي عشان طلع مع الطعميه احلى كمان من الطحينه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين.